اول لما ابونا يقول كل مره تاكلون وتشربون تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي، الكلام ده قالوا للتلاميذ. هنروح احنا داخلين زارقين نفسينا معاهم، نروح احنا كمان معاهم امين 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 بموتك يا رب نبشر. احنا هنقول، احنا هنبشر زيهم، احنا جايين ناخد نصيبنا ونتناول من المسيح زيهم. هنبتدي من اول حاجه خالص. الكنيسه بتبتدي القداس بايه؟ حد يعرف بايه؟ من عشيه. برافو عليكم. يعني القداس بتاع بكره بيبتدي النهارده. القداس بيبتدي من العشيه. وليه بيبتدي من عشيه؟ احنا ليه بادين من بدري قوي كده؟ خلوا بالكم التعبير ده قالوا الاباء. قالوا ايه؟ قالوا لما بيجي ملك جاي يزور اي بلد، البلد دي بتستعد ممكن قبليها بشهور علشان خاطر الزياره الملكيه دي. فاكرين ساعه قداسه البابا لما جالنا؟ احنا قعدنا نوظف في الكنيسه ونجهز فيها من قبليها ب6 شهور. 6 شهور. وجينا في الاخر خالص اخر اسبوعين قبل الزياره كنا ما بنروحش، صبح وليل قاعدين في الكنيسه عشان نخلص، وعشان استقبال راس الكنيسه اللي بيرمز للمسيح، ووجوده في الكنيسه علامه لحضور المسيح في الكنيسه. تخيلوا بقى بني ادم عادي او ملك ارضي احنا بنهتم قوي 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 بزيارته كده، ما بالكم لما يكون رب المجد بنفسه هو اللي جاي عندنا؟ هنعمل ايه استعداد ليه؟ استعداد استقبال المسيح. الكنيسة حطاله شرط واحد، هو التسبيح. لدرجة ان حد من الاباء القديسين قال ان التسبيح هو فرش الملك. عايز تجهز قلبك تهيئه كده علشان يدخل فيه، سبح. طوبى للشعب العارفين الهتاف، الشعب اللي بيعرف يسبح. ويقول الكتاب آية جميلة قوي، يقول إن الله بيسكن وسط تسبيحات شعبه. يعني لما الكنيسة تبقى واقفة بتسبح، المسيح يجي يسكن وسطها. عشان كده بزعل كتير لما الاقيكم انتوا نبقى واقفين بنصلي قاعدين بنرنم زي من شويه الترنيمه الجميله اللي اتقالت. احنا قولوا يعني احنا قاعدين سميعه، نقعد نحكي شويه بقى نتكلم مع بعض كده لغايه لما تخلصوا تسمعونا الموسيقى الحلوه دي. الكلام ده ما الكنيسه ما تعرفوش. الكنيسه تعرف ولادها مسبحين، يسبحوا بالالحان، يسبحوا بالترانيم، لكن الكنيسه لازم يكون ولادها بيسبحوا. لو ولادها ما بيسبحوش يبقى ربنا مش فيهم. هو قال كده، الله يسكن وسط تسبيحات شعبه. طب لما شعبه ما بيسبحش الله يسكن؟ ما يسكنش. فابتدت الكنيسة تحط لنا أول بداية هنفتتح بيها القداس، هنقف نصلي تسبيحة عشية، وبعد ما نخلص تسبيحة عشية ندخل على رفع بخور عشية. ورفع البخور في الكنيسة باختصار شديد عبارة عن 3 حاجات بنعملهم في العشية، سواء كانت في رفع البخور عشية أو في رفع بخور باكر، الاتنين زي بعض. نعمل إيه؟ 3 حاجات. أول حاجة بنشكرك يا رب لأنك اديتنا إن احنا نستعد إن احنا نستقبلك ونتحد بيك وناكل جسدك ونشرب دمك. شكرا ليك يا رب، تشكر، صلاة الشكر. نمرة 2 طلبات. هتقول له يا رب بص بقى احنا ولادك من فضلك خلي بالك يا رب مننا في النقط دي، عشان الحاجات دي مهمة جدا بتفرق معانا لحياتنا. نصلي من أجل الراقدين، نصلي من أجل المرضى، نصلي من أجل المسافرين، ونصلي أشية من أجل القرابين. ونصلي القرابين هنا هو مش مقصودة احنا بنصلي عشان خاطر القربانة، لا، احنا بنصلي في أشية القرابين للناس اللي قدمت القرابين. فنقول كده في أشية القرابين نقول له ايه؟ نقول له يا رب اذكر أصحاب القليل وأصحاب الكثير. اللي قدم قليل زي اللي قدم كتير، الاتنين اذكرهم.
املأ بيوتهم من كل الخيرات، احطهم بقوة ملائكتك. احنا عاملين نصلي من اجل مين؟ الناس اللي قدمت وشاركت ان يتعمل القداس النهارده. والقرابين هنا بقى دي بترمز لحاجات كثيره، مش القرابين هي القربانه، لا، الناس اللي شاركت عشان يتعمل المسبح ده، الناس اللي شاركت عشان تجيب الاواني، الناس اللي شاركت عشان نجيب المفارش بتاعه المسبح. كل ده اي حاجه في الكنيسه حد جابها هي قرابين. ونقول له كده، نقول له يا رب اديهم السمائيات عوض الارضيات. الباقيات عوض الفانيات، اديهم خير واديهم الحاجات الاصليه والحاجات المفيده ليهم. بعد ما نصلي الشكر وبعد ما نقف نصلي شويه الطلبات اللي احنا محتاجينها من ربنا، نيجي في الاخر نقدم توبه بس، عشان مش هينفع ندخل لدس واحنا مش تايبين، ويتقري لنا التحليل بتاع الاعتراف. ابونا يصلي في الاخر تحليل الاعتراف اللي انا لما بدخل لابونا لوحدي اعترف يصليهولي. تلاقي ابونا اخر رفع البخور يصلي التحليل ده لكل الناس اللي موجودين. يبقى انا صليت الشكر، طلبت طلبات، قدمت توبه، ادي رفع البخور. في نصه شويه تسابيح زي ارباع الناقوس، زي الزوكسولوجيات. دي في نص ايه؟ في نص ما احنا ما بنطلب، احنا فرحانين، احنا واقفين قدام ربنا، فما نقفش قدام ربنا لساننا ساكت قاعدين بس طلبات 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 طلبات. لا يا رب، لا لا، احنا من فرحتنا ان احنا قدامك احنا بنسبحك، والتسبيح هو اعلى درجات الصلاه. فيبقى نبتدي برفع البخور، نبتدي الاول بتسبيحه عشيه، بعد كده رفع بخور عشيه. بعد كده هو تيجي الكنيسه تقول لك ايه بقى؟ هنروح عشان الصبح القداس. يقول لك لا، احنا طول الليل هنعمل تسبيحه اسمها تسبيحه نص الليل، لغايه لما نختمها الصبح برفع بخور باكر. شوف الليله كلها عامله ازاي. اتاري القداس مش ان انا جيت قبل الانجيل ولا جيت بعد الانجيل، انا جيت وابونا كان بيوعظ. هو انا ينفع اتناول ولا ما ينفعش؟ وبتغاظ موت من الشمامسه اللي يعني بييجوا في القرايات، والبعض قال يعني الشماس برضه المفروض ان هو يجي قبل الانجيل. ما اعرفش دي جت منين. اتعلمنا من زمان ان الشماس ما يلبسش التونية بعد تحليل الخدام، يعني بعد رفع الحمل الشماس ما يلبسش. انا كنت فاكر كده، كنت لما ابقى رايح الكنيسه واتاخرت مثلا، نزلت متاخر شويه، ابقى ايه يعني 5 دقائق، فوانا داخل كده على الكنيسه من الشارع سامع الهتنيات. حط تونيتك جنب منك وقف مع الشعب وصلي. وما بقدرش ادخل لابونا، اقول له ايه؟ لكن لو لحقت بقى كده خلاص في صلاه الشكر وداخلين على تحليل الخدام، جري اجري الحق قبل ما ابونا يصلي تحليل الخدام عشان تلحق تلبس. وكنت لما اجي متاخر كده كان لازم ابونا يديني كلمتين. الشماس بيجي قبل ابونا، حاضر، سمعا وطاعة. لان الكنيسه مش عامله ده يعني سلق بيض، ده الكنيسه قاعده مجهزه نفسها للقداس من امبارح بالليل. حضرتك جاي في القداس في نص القداس وتقول لي انا عايز اتناول؟ انت ما حضرتش حاجه. طبعا ما انتوش رهبان عشان نجيبكم رفع بخور عشيه وتسبيحه نص الليل ورفع بخور باكر وتسبيحه باكر. مش يعني اعتقد انتوا لو عملتوها مره ممكن تعملوها في خلوه مثلا ولا حاجه، لكن مش معقوله هتعملوها كل قداس. فالكنيسه برضو ابتدت تعمل ايه؟ ابتدت تسهل شويه لاولادها. فبقى في حاجه ضروريه جدا وهي رفع بخور باكر. ما فيش قداس يتعمل الا ما يكون اترفع له بخور. يعني ممكن مثلا مش بكره الجمعه صح؟ النهارده تصلت عشيه؟ ما تصليتش عشيه. اهو القداس بتاع بكره ما تصللهوش ايه؟ عشيه. عشان انا عارف ان في ناس هتقول لي ازاي ما دي قداس بكره هو وما صليتوش عشيه النهارده. هقول لك لا، بس لازم القداس الصبح يكون قبل منه فيه رفع بخور باكر.
ممكن القداس يتعمل له رفع بخور عشيه وباكر، لكن ما ينفعش قداس يتعمل من غير رفع بخور خالص. يعني ما ينفعش ابونا يجي كده من الكنيسه يروح داخل تشك يفتح الستر قدم الحمل، لا ما ينفعش، لازم يرفع باكر الاول. بعد ما بنخلص بقى شكر طلبه توبه، تسبيح طلبه شكر توبه، نروح نبتدي بقى رحله القداس. وقبل ما ابتدي معاكم برحله القداس هاخد معاكم كده كام حاجه تركزوا معايا فيها. منهم القربان. قربانة الحمل مهمة جدا، لأنها مش زيها زي أي قربانة. يعني مش زيها زي القربانة اللي أنت بتشتريها وبتروح بيها البيت وتاكلها، ولا زيها زي القربانة اللي بتتوزع في البركة في آخر القداس. لا، القربانة دي مختلفة عن الكل. في إيه؟ مختلفة عن الكل في 3 حاجات. أول حاجة فيهم إنها تصلى عليها مزامير 150 مزمور وهي بتتعمل. يعني من وهي لسه عبارة عن دقيق ومية، القربني اللي بيعمل القربان بيصلي عليها طول ما هم شغال 150 مزمور. وليه 150 مزمور؟ سفر المزامير هو أكبر سفر فيه نبوات عن المسيح. اقعدي بسنور. سفر المزامير أكبر سفر مليان نبوات عن المسيح، بيشاور عليه. هو أفضل سفر ممكن نصليه وإحنا بنعمل القربانة اللي هتبقى جسد المسيح. تاني حاجة، القربانة دي المفروض إن هي ما فيهاش عيب، بلا عيب، لأنها هتكون مين؟ جسد المسيح. المسيح فيه عيب؟ ده بلا خطية، ده ما فيهوش عيب خالص، مش كده؟ الحاجة الثالثة، هي اللي هتكون الفايزة في وسط طبق الحمل كله، إن هي اللي تتقدم وتختير إنها تكون جسد المسيح ودم. يعني في قربان كتير جدا هيكون موجود في طبق الحمل. وهنا في ناس كتير بتسأل، هو ليه الحمل لما بيجي يتقدم عدد فردي؟ يعني طبق الحمل لما يجي يدخل الكنيسة بنحط فيه دايما عدد فردي، يا 3 يا 5 يا 7 يا 9 يا 11 يا 13 زي ما احنا عاوزين يعني، بس المهم ان يكون عدد ايه؟ عدد فردي. ليه؟ حد يعرف؟ ليه الحمل، طبق الحمل بيبقى فيه عدد فردي من القربانات؟ ركز معايا. الحمل احنا من اول بالظبط ما ابتدينا القداس ابتديناه بصلاة المزامير، والمزامير بتشاور عن المسيح اللي هي بنصلي فيها 3 و6، او لو كان صيام بنصلي 9. من اللحظة دي الكنيسة بتعلن ولادة المسيح في الكنيسة، اللي هي بتشوفوها في الأعياد. لما تلاقوا في البداية خالص أول القداس بعد رفع البخور تلاقي أبونا داخل وكل الآباء تلاقوا داخلين بالحمل ويخشوا بيه من وسط الكنيسة كده، ويتقال لحن فلوجيمينوس ده في حد الزعف، أو يتقال لحن بأورو استقبال الملك. الزفة دي اللي بتحصل ليه؟ هي بتعلن قدام الكنيسة ان اتولد اليوم مخلص، هو المسيح اللي داخل ده، فدي لحظة ميلاده. خلوا بالكم من اللحظة دي يبتدي القداس يشرح حياة المسيح كلها. فأول دخوله ده بيعلن ايه؟ ولادته. يجي في رفع الحمل
بيعلن فيها اللحظة اللي المسيح دخل فيها قدام يوحنا المعمدان عشان يتعمد. فاكرين رب المجد يسوع وهو كان داخل على يوحنا، ناس كتير وكل الناس جاية تتعمد، ويجي من النص كده يروح داخل المسيح، ويجي يوحنا يروح مشاور عليه ويقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، ويروح يتعمد المسيح من ايدين يوحنا. هي دي اللحظة اللي ابونا بيعمل فيها اختيار الحمل، بيشاور عليه ويقول وسط الناس الكتير اللي هي القربانات الكتيرة اللي موجودة دي في طبق الحمل، بيقول اصل كل القربان اللي موجود لما هاخد منه المسيح هيبقوا اللي موجودين في الطبق عدد فردي ولا زوجي؟ زوجي. وزوجي دي يعني ايه؟ يعني هيتقسموا 2 2 2 2، صح؟ يبقى عايزه الكنيسه تقول ان كل 2 شبه بعض، زينا احنا بالظبط كده، احنا كلنا شبه بعض، محدش فينا يفرق عن التاني، لكن ده هو اللي مفيش شبهه في الناس دي كلها، هو ده حمل الله اللي داخل يحمل خطيه بتاعتي. الحاجه المهمه اللي انت لازم تعرفها ان القربانه لغايه دلوقتي انت شايفها قربانه عاديه، لكن اللي انا عايز اقوله لك خلي بالك من حاجه مهمه قوي. القربانه دي ليها طريقه في المسكه، يعني ما اقدرش امسكها كده ولا امسكها كده ولا امسكها سمبوكسه كده، ما ينفعش امسكها كده. ليه؟ مش القربانه دي بترمز للمسيح؟ طيب القربانه دي فيها ايه هنا؟ فيها الختم، صح؟ والختم ده حواليه مكتوب بالقبطي اجيوس اوسيوس اجيوس الشيروس اجيوس اثاناتوس. يعني ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. ده هو ده قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. احنا ما بناكلش لحم انسان مات، احنا بناكل القدوس الحي الذي لا يموت. فوانا داخل اقدم الذبيحه اسمها ذبيحه حيه مش ذبيحه ميته. دي نمره 1. في وسط الختم هنلاقي فيه الصليب الكبير اللي في نص القربانه، ده بيشير للمسيح واسمه الجزء الملوكي، بنسميه الاسباديكون. اسباديكون يعني الملوكي، وده بيرمز للمسيح. وحواليه 12 صليب، ال 12 صليب اللي هم 12 تلميذ، وفي 5 تخرام موجودين جوه القربانه. ال5 تخرام دول هم ايه؟ ايه؟ جراحات المسيح بالظبط. عشان نبقى مركزين بقى، انتوا قلتوا صح، بس عشان تبقوا اكثر تدقيق، دول ال5 ثقوب اللي اتثقب بيهم جسد المسيح. المسيح اتثقب 5 ثقوب، 2 في ايديه و2 في رجليه، والحربة في الجنب اليمين صب. يبقى كده كام؟ كده 5. واحد يقول لي لا، اللي في رجليه ده كان مسمار واحد وكانوا الرجلين محطوطين على بعض وهو كان مسمار واحد، صح؟ يمكن يكون في ناس كده تقول كده. هقول لك لا، احنا مش بنعد المسامير، احنا بنعد الايه؟ الثقوب، الجراح اللي موجوده في المسيح. طيب لما يبقى المسيح على الصليب كده، هيبقى في كام ثقب الناحيه اليمين وكام ثقب الناحيه الشمال؟ ادي الناحيه اليمين، ادي 1 2 3، والناحيه الثانيه ادي 1 2، صح؟ يبقى ال3 اللي موجودين دول موجودين في الناحيه الايه؟ اليمين، والاثنين التانيين يبقوا في الناحيه الشمال. عشان كده لما يجي الحمل ابونا ويبقى حاطه كده قدامه، يبقى لازم ال3 تخرام دول يكونوا على اليمين. فهمتوا؟ انا بتعامل مع مين؟ مع المسيح. فاذا مسكه القربانه نفسها مهمه، لانها ليها طريقه وليها عدله، وكل حاجه فيها بتشاور للمسيح. لغايه كده القربانه اتقدمت، ياخدها ابونا يدخل بيها، خلاص خدها من الحمل واختارها، يروح داخل بيها ويروح داخل بيها الهيكل،
وياخد شويه ميه من الشماس ويعمل ايه بقى؟ يعمدها. بالظبط كده. وهنا دي اللحظه اللي فيها السماء انشقت، لما رب المجد نزل الميه، مش السماء انفتحت والروح القدس حل وصوت الاب من السماء بيعلن هذا هو ابن الحبيب؟ اللحظه اللي السماء فيها مفتوحه دي نعمل فيها ايه؟ ده فرصه، ده كنز، ده اللي عايز حاجه يطلبها دلوقتي. عشان كده تلاقي في كتير من الناس يدونا طلبات ويقول لي يا ابونا ابقى اذكر فلان وانت بترفع الحمل. اشمعنى في الوقت بتاع رفع الحمل ده؟ اصل ده الوقت اللي فيه السماء اتشقت واتفتحت وبقت مفتوحه، فاي طلبه انت هتقولها في الوقت ده على طول ايه؟ هتطلع للسماء على طول. ياخد ابونا القربانه يعمدها، وبعد كده هو يبتدي خلاص يلفها باللفافه، واللفايف دي هاجي لها كمان شويه، ويروح بعديها حاططها ويصلي صلاه الشكر. وفي الاخر خالص قبل الاخر بشويه بقى هيجي ابونا يمسك القربانه تاني. ابونا هيمسك القربانه في الاول لغايه لما يعمدها وبعد كده يحطها في الصينيه. هيجي يمسكها تاني في القداس. هيمسكها امتى؟ في التقديس. برافو عليك، في التقديس. فعارفين اول لما يجي ابونا يقول ومسك بيديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس ورفع نظره الى فوق وعمل ايه؟ وشكر وبارك وقسم او كسر. اللحظه دي ابونا بقى بيروح جاي ماسك القربانه كده. معلش يا جاي. هتيجي القربانه كده في ايدينا ابونا وهيقسم زي ما قسم المسيح. بس لما نيجي نقسم هنقسم ازاي؟ هنقسم من الثلاث تخرام اللي موجودين الناحيه اليمين. ولما يجي ابونا يقسمها ما ينفعش يقسمها كده، ولا ينفع يعملها كده، ولا ينفع يجي ويروح غارز ايده كده فيها. ما ينفعش يعمل كل ده. انا بتعامل مع جسد المسيح. فلما اجي اقسم بجنب صباعي. عارفين الحته الطريه دي اللي في الجنب دي؟ ويجي ابونا يروح داخل ويروح عامل كده ويقسم القربانه من غير ما يفصلها. وبعد كده هو هيروح قاسم جزء من فوق يعمله كده، وجزء تاني من تحت، ويبقى عندي هنا يمين شمال جزء من فوق جزء من تحت. ايه الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت دول؟ برافو عليك. مش ده المسيح؟ مش هو ده المسيح اللي مصلوب اللي بيقدم جسده ذبيحه على الصليب؟ المسيح ده ملهوش راس، ليه راس. الجزء اللي فوق ده هيبقى الراس، والجزء اللي تحت ده هيبقى الرجلين. هيحط بعد كده ابونا الجسد، الخبز ما زال دلوقتي لسه خبز، وهيبتدي يقدس الدم زي ما عمل في دي. هيعمل في الكاس شكر وبارك وايه؟ وقدس. قدس. تمام؟ الدم مش هيتقسم، مش كده؟ بعد اللحظة دي هنيجي في الآخر. أنا دلوقتي بشرح القربانة بس عشان تبقوا مركزين القربانة اتعمل فيها إيه من أول لما دخلنا لغاية لما خلصنا. هيحطها وبعد شوية هيحل الروح القدس. إمتى؟ إمتى هيحل الروح القدس؟ إمتى؟ بصوا حبايبي، بعد صلوات التقديس دي ويقول أخذ خبزا على يديه الطاهرتين، يقول والعصير الكرمة الذي في الكاس مزجها من عصير الكرمة والماء وشكر وبارك بعد كل ده بنقول لحن اسمه امين امين بموتك يا رب. كل مره تاكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. هيبتدي بعد كده هو بعد ما نخلص لحن امين امين الشماس هيقول لنا ايه؟
اسجدوا لله بخوف ورعدة. دي اللحظة اللي هيحل فيها ايه؟ الروح القدس. ويجي في اللحظة دي حتى ما تاخدوش بالكم منها، ركز معايا فيها قوي. هنلاقي ابونا يرشم 3 مرات ويقول وهذا الخبز اجعله جسدا مقدسا لك. في اللحظة اللي ابونا هيقول فيها اجعلها جسد، الروح القدس هيخليها جسد. عشان كده مهم ابونا بقى الحتة دي المهمة اللي بقول لكم عليها. يجي ابونا في الرسومات عند قبل ما يقول، هو بيقول وهذا الخبز اجعله جسدا، قبل ما يقول اجعله جسدا يكون خلص ال3 رسومات. لإيه؟ لأنه ما ينفعش ابونا يرشم بعد ما يتحول الخبز ده الجسد. خلاص بقى المسيح موجود على المذبح، هل ينفع ان انا ارشمه؟ ده هو اللي يرشمني، ده بقى المسيح اللي موجود قدامي، ما ينفعش انا ارشمه، ده هو اللي ايه؟ هو اللي هيرشمني، هو اللي هيباركني. نفس الحكاية في الكاس، يقول وهذه الكاس ايضا دما كريما. قبل ما اقول دما اكون عملت ايه؟ اكون خلصت الرسومات، لان ما ينفعش بعد ما يبقى دم انا ارشم. ودي حته مهمه هتلاقوها دايما طول القداس. هتلاقوا ابونا طول القداس عند ما يجي يرشمنا كده ويقول بركه وسلام لجميعكم، نرد عليه ونقول له لروحك ايضا. ابونا بيعمل ايه؟ بيرشم. تلاقي ابونا هو واقف كده هو يقول اريني باص بركه وسلام. بعد ما يتحول الخبز ده الجسد، هنلاقي ابونا يجي في السلام ده ويبقى حط الجسد موجود على المذبح، وتلاقي ابونا يقول السلام لجميعكم، يروح عامل ايه؟ يروح متاخر كده عشان يقول لكم ايه؟ السلام جاي من مين؟ جاي منه هو، مش مني انا. لغايه اخر لحظه في القداس بعد ما تحول ده لجسد، ابونا ما يقدرش يرشم بايده ابدا، والصليب اللي كان معاه يتركن على جنب كده على المذبح وما يمسكهوش تاني خالص. المسيح هو اللي هيبارك، والمسيح هو اللي هيدي السلام لكل الناس اللي موجودين. نيجي بعد كده بقى آخر مرحلة أبونا هيتعامل فيها مع الجربانة، هي صلاة الإيه؟ الإسمة. الإسمة، برافو عليكم، اللي فيها كل الناس في التوقيت ده بترد رحن كده ورا أبونا، كيريا لايسون كير لايسون، يا رب ارحم. ما بنقولش حاجة تاني غير كده. وأثناء الاسم هتلاقي أبونا بقى يقسم القربانة دي بطريقة معينة. هيقسمها كم جزء؟ هيقسمها 12 جزء. أول حاجة هتلاقي أبونا يروح جايب القربانة اللي هي بقت الجسد ويروح فاصلها عن بعض، ويروح عاملها شكل صليب. ودايما او اغلب صلوات الاسم اللي بتتقال اثناء الاسم هتلاقوها كلها بتشاور على جراحات المسيح، عماله تتكلم عن الخلاص، عماله تتكلم عن الصليب، عن الفداء. وهو بيقسم الصليب دايما لازم يكون هو العلامه اللي موجوده اثناء الاسم، لان لولا الصليب ما كانش بقى فيه جسد، وما كانش الجسد ده اتقدم لنا وما كناش اتناولناه. فانا طول الوقت هكون عامل ايه؟ عامل اشاره الصليب دي. بعد ما هعمل الصليب ده هروح واخد الرجلين هنا والراس الناحيه دي، مش عارف هتعرفوا تشوفوها ولا لا، انا ممكن اوريها لكم على الترابيزه، هتبقوا شايفين؟ طيب انا دلوقتي ماسكهم اهو، الصينيه قدامي، انا قسمت الجزء الفوقاني ده وحطيته في الصينيه، وجيت الجزء الثاني ده اللي قسمته من تحت وحطيته في الصينيه، تمام؟ واروح جايب الجزء اللي فوق ده واخد تلته الصليب اللي على اليمين، هروح قسمه واروح حطه في الصينيه الجزء الثاني قصاده، بقى في الصينيه عندي في شكل ايه؟ صليب. زي ما بقول الصليب هيفضل موجود طول صلاه الاسم. يجي الجزء الوسطاني ابونا يروح فصله عن الجزء الكبير اللي على الشمال ويحطه في النص،
ويقسم الجزء اللي موجود اللي معاه ده 4، لان هو فيه 4 صلبان، كل صليب هياخد جزء اللي هم التلاميذ، ويجي الصليب اللي بعده ياخد جزء، والصليب الاخير ياخد جزء. هيروح حطه مكان الجزء ده لان ده مكانه، وياخد الجزء ده يقسمه 3، لان احنا في جزء منه احنا فصلناه، ويروح مقسمه ل3 تاني. ويجي الجزء ده يروح مرجعه مكانه، وده يحطه كده. وهيجي للجزء الوسطاني ده هيروح فاصل الاسباديكون اللي قلنا اللي هو مين؟ بيرمز لمين؟ للمسيح. هيروح شايله ويروح مقبله ويروح حاطه. انا كده هو بقى عندي كام جزء؟ عدوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مش احنا قلنا 12؟ فين الاثنين التانيين؟ مش احنا فصلنا ده؟ بقى في عندي 1 هنا وفي عندي 1 هنا. هنا اهو ادي 1 فوق وادي 1 تحت، دول ال 12. ويجي ابونا بعد كده هو يروح مجمع الجسد ده، بس هو بيعمل حركه لا يمكن هتكونوا خدتوا بالكم منها ولا عمركم شفتوها. ركز معايا فيها دلوقتي. هيروح مجمع دول كده، ويجي الجزء ده اللي هو كان لوحده ده، مش ده تلميذ من التلاميذ، هيروح وهو بيجمع كده هيروح بعده ويروح مرجعه تاني. انتوا تفتكروا ان ابونا نسيه ولا او لو في شماس واقف قدام جنب ابونا مش هياخد باله هو دي معموله قصد ولا لا؟ لكن الحقيقه معموله بالقصد. ليه؟ برافو عليك يا بيه. الجزء ده بيرمز ليهوذا اللي كان المفروض ليه نصيب، بس هو سابه، وفي واحد تاني على طول جه وراح ايه؟ متياس خده بداله. ويرجع تاني ابونا يجمع الجسد تاني جوه الصينيه. ويجي بعد كده اهو، شكرا. ويجي بعد كده في الاخر خالص بقى نبتدي نتناول. كل واحد فينا وهو بيتناول بياخد نصيبه في المسيح. فانا خدت حته صغيره قد كده زي خدت حته كبيره قد كده. انا اي جزء انا خدته من الجسد انا خدت المسيح ايه؟ كله. فهي مش بالحجم ولا بالصغر ولا بالكبر. انا كده خلصت القربانه. ما اتكلمناش عن المذبح وفرش المذبح وقسمه القداس، والقداس بيتقسم جزئين. عندكم استعداد نكمل ولا نخليها مره تاني؟ اللي عايزها نكمل يرفع ايده. ارفع ايدك كده كويس. طيب تمام. اللي عايز نخليها مره تانيه نرفع ايده. هنكمل. هكمل بس بسرعه. بصوا بقى، معلش يا جاك. قلنا ان كل حاجه في الكنيسه ليها هدف، مفيش حاجه معموله من غير هدف. تمام؟ هتلاقوا دايما الاواني ملفوفه جوه اللفافه دي ومربوطه فيها رباطات. شايفينها الرباطات دي؟ الرباطات دي ليها معنى وليها طريقه. ليه؟ لما يجي الشماس يقفل العده في خلاص كلها بعد القداس، يروح جايب اللفافه الكبيره دي ويروح ماسك الطرفين اللي قصاد بعض، ويروح اول 2 ربطهم مرتين، ويجي الطرفين التانيين يروح رابطهم 3 مرات. ليه؟ ليه؟ قولي. برافو عليكي. ابونا اول لما هيجي يتعامل مع الاواني اول حاجه هيعملها هيرشم 3 رسومات. فهيقول خنفران ميفيوت نمبشيري نمبنفما اسواب ونوتي ان اوت فزما رؤوت جي اف نوتي فيوت بي بنتوكراتور، ويروح فاتح اول واحده. الرشمه الثانيه افزما رؤوت جي بفمونوجانيس شيري اسوس بخريستوس بن شويس،
ويروح راحد الرشمه الثالثه افز مرقوت جيبي ابن فما اس اواب ان باراكليتون. ايه الثلاث رشومات دول؟ مبارك الله الاب الضابط الكل، مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، مبارك الروح القدس المعزي. اي رشم في الكنيسه ابونا بيرشمه لازم يرشمه باسم الثالوث، الاب والابن والروح القدس. طب والاثنين اللي تحت يقول كده هو مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس. ويبقى فتح ابونا الاواني وهيبتدي يتعامل ابونا بقى مع اواني المسبح. هيطلع منها الكاس وهيحطه هنا، ده اسمه ايه ده؟ كرسي الكاس او عرش الكاس. تمام كده؟ هيجيب الصينية ابونا وهيخليها على جنب، وهيروح واخد لفافة مفتوحة من النص ويروح حاططها كده، ويجي اللفافة التانية ويروح مغطيها كده. كام لفافة؟ لفافتين. يجي الباقيين هياخد 3 هيعملهم شكل مثلث. ادي واحدة وادي التانية وادي التالتة. ويجي بعديهم يحط فيهم 3 تاني، بس 3 تاني بالعرض كده. كده كام لفافة؟ 3 و3 6، ومعانا هنا 2 8. ليه الطريقة دي؟ فاكرين أشعياء النبي لما ربنا خده ووراه العرش؟ شاف رؤية كده، شاف رؤية ان هو واقف امام العرش. فقال في النبوة ايه؟ قال رأيت الجالس على العرش، العرش تمام، وأزياله يعني هدومه ملابسه تملأ الهيكل. دي كلها ايه؟ أزياله. عشان كده حطينا دول كده بالشكل ده. قال يعني هدومه ملابس الملك دي مالية الايه؟ مالية الهيكل. قال كده رأيت الجالس على العرش وأذياله تملأ الهيكل. فاحنا حاطين المنظر ده بنفس الرؤية اللي شافها أشعياء. فاكرين أنا من شوية لما قلت لكم خلوا بالكم، هنلاقي دايما في رموز في العهد القديم كانت بتشاور على حاجات في العهد الجديد الكنيسة هتستنتج بيها وهتاخدها وتحطها جوه الليتورجية بتاعتها. ويجي بعد كده أبونا في لفافة حمراء. اللفافة الحمراء دي هي هدفها حاجة واحدة، بعيد عن ان هي طبعا بترمز لدم المسيح، لكن هي اللون المميز ان لو حصل انه هو ابونا بيقسم الجسد في جوهرة منه وقعت بره يقدر يشوفها على اللفافة الحمراء، لكن لو وقعت على اللفافة البيضاء مش هياخد باله منها. ولان كل فتفوتة بنسميها جواهر، ما بنسميهاش فتافيت. عشان كده تلاقي ابونا لو هو بيناول وفي جوهرة وقعت على الارض وهو بيناول حد يعمل ايه؟ يوسع كل اللي حواليه وينزل ويدور عليها لغاية لما يلاقيها، لان الجوهرة دي ما تساويش الدنيا كلها، ده جسد المسيح. فابونا بيبقى في الحتة دي حريص جدا. عشان كده اللفافة دي بتساعد ابونا ان هو لو حاجة غصب عنه هو بيقسم راحت طلعت بره الصينية يعمل ايه؟ في الاخر خالص هتلاقي ابونا يروح جايب اللفافة دي عاملها كده وبحرص خالص، ويروح ماسكها كده هو وفي الصينية ويروح مفضيها ويتأكد كويس قوي انها ما بقاش فيها اي حاجة ويروح راكنها على جنب. ده في اخر القداس خالص. هيجي بعد كده بقى ابونا هيحط الصينية
وقبل ما هيحطها هيمسحها كويس عشان يتأكد ان ما فيهاش اي حاجة وانها نظيفة خالص، ما فيهاش اي غبار ولا حاجة. اللفافة المدورة دي المفروض ان هي الجزء اللي متاخد من اللفافة اللي في بتاعت الكورب بتاعت الكاس، بس طبعا يعني بيكبروها شوية دلوقتي عشان خاطر تبقى مالية الصينية يعني. ودي بترمز للأقمتة اللي رب المجد يسوع لما أمنا العذراء ولدته لفته بيها وحطته في المزود، فبقت الصينية دي هي المزود، اللفافة دي الأقمتة اللي لفت بيها رب المجد يسوع. ويجي ده اسمه النجم على شكل صليب، يرمز للنجم اللي ظهر للمجوس ودلهم على المسيح ووقف فوقيه، فهتلاقيه النجم ده واقف فوقيه كده هو، والصليب فيه بيشاور ان هو ده النجمة اللي هنا اتولد المسيح. يجي بعد كده ابونا يروح جايب لفافة تانية، بس يروح عاملها بالعكس ويحطها الناحية دي. ليه بالعكس؟ عشان بعد شوية هيغطي الصينية، فلما يغطيها يروح فاردها كده هو فتبقى معدولة، لكن هي بيحطها في الأول وهي مقلوبة كده. ويجي لفافة تانية يعملها على شكل مثلث، واللفافة دي بقى دي ليها دور مهم جدا طول القداس، هنشرحها دلوقتي، بس خلوا بالكم اللفافة اللي أنا هحطها دلوقتي دي اللي اتحطت على الصينية من قدام مهمة جدا جدا جدا. بعد كده بقى في مفرش كبير كده اسمه الإبروسفرين. إبروسفرين يعني التقدمة، إبروسفرين يعني التقدمة، وكأنه الكنيسة عايزة تقول إنه كل ده بقى اللي هيتغطى ده كله في الآخر هي دي التقدمة اللي احنا بنقدمها لله علشان خاطر تبقى ذبيحة للمسيح تتحول لجسده ودمه وناخدها احنا ونتناولها بشكر. هيحطها أبونا ورا عرش الكاس دوت، وهتبقى وراه لغاية ما أبونا هيجي يخلص صلاة الشكر، وبعديها هيروح فرشها على المسبح كله، مغطي المسبح كله. وساعتها في الوقت ده بترمز للحجر اللي وضع على قبر المسيح. يجي بعد كده أبونا ياخد المستير اللي هو المعلقة اللي احنا بنتناول بيها ويروح حاططها جنب الصينية، وفي آباء يحطوها فوق جنب الكاس. نبتدي بقى. قلت لكم اللفافة دي ليها قصة معانا. أول حاجة بعد أبونا ما هيخلص فرش المسبح دي هيبتدي رفع الحمل. اللفافة دي أبونا هيروح واخدها ماسكها كده مطبقها 3-4 مرات ويروح حاططها جوه الكم بتاعه، أو في طقس تاني آباء ياخدوها ويحطها على راسه، يروح عاملها كده ويروح عاملها. ليه؟ اللفافة دي هتشير للخطية بتاعتي وبتاعتك، فخطيتي مستخبية محدش شايفها ومحدش يعرفها غير المسيح وانا، مش كده؟ فعاملة ايه؟ مستخبية جوه هنا. او لو على راسي فهي الخطية دي اللي نكست راسي وخلتني مش قادر ارفع راسي في وش المسيح، زلاني. ففي اباء يحبوا يحطوها فوق كده عشان يفتكر الخطية قد ايه بتزل، والاكتر يحطها جوه الكم كده رمز للخطية بتاعتي اللي ربنا ساترها عليا ومحدش يعرفها غيري ومين؟ والمسيح. يفضل ابونا ماسك اللفافة دي كده، يرفع الحمل، يختار القربانة، يروح مطلع الايه؟ من شوية أنا قلت لكم أثناء رفع الحمل دي اللحظة اللي المسيح فيها كان فين؟ كان فين؟ كان في المعمودية. وهو في المعمودية يوحنا قال إيه؟ لما شهد عنه هذا هو حمل الله اللي هيعمل إيه؟ اللي هيرفع خطايا. هي الخطايا تروح طالعة على طول، ويروح المسيح إيه؟ شايلها ويروح واخدها، ويروح جاي أبونا واخد المسيح على اللفافة دي ويجي جوه
ويروح القربانه طبعا في النص، بس احنا القربانه بتاعتنا هاتها يا جماعه. القربانه هي اللي اختارها، ويروح ابونا لاففها كده ومغطيها. ليه بقى بيغطيها كده؟ عشان المسيح حمل خطايانا كلها على الصليب. رب المجد يسوع في اللحظة اللي وقف وصرخ فيها للآب وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني، كانت اللحظة اللي تنبأ عنها أشعياء ووضع عليه إثم جميعنا. اتوضع المسيح على الصليب، اتحط عليه كل خطايا البشرية، كل خطايانا. فيروح أبونا لففها كده حواليها كلها ومش مبين المسيح اللي شال الخطية بتاعته، ويروح جايب الصليب، يروح حطه بميل كده، ويجي أبونا يروح رفعه قدامنا ويقول مجدا وإكراما. ليه ميله كده وليه شاله كده؟ بيقول هي دي بترمز للمسيح اللي شال الصليب، فكأنه هو شايله الصليب هيبقى إيه؟ هيبقى معوج بالشكل ده. هيلف أبونا حوالين المذبح، وبعد كده يدخل يحط القربانة في الصينية، وبعد كده هو بعد كده اللفافة دي بقى هتيجي بعد شوية، وابونا يخلص صلاة الشكر ويروح مغطي كل ده بالبروسفرين اللي هو رمز الحجر اللي اتحط على قبر المسيح، ويروح جايب الخطية بتاعتي، مش دي خطيتي دي طول الوقت خليكم فاكرينها، دي ايه؟ خطيتي. يروح حاططها على البروسفرين كده، رمز للختم اللي اتختم على قبر المسيح. مين اللي خلى المسيح اتحط في القبر؟ خطيتي. مين اللي خلى المسيح اتصلب؟ خطيتي. مين اللي دفن المسيح؟ خطيتي. فخطيتي هي اللي جت عملت ايه؟ ختمت على كل المشهد ده كله. ولغايه هنا كده نخرج، وكل اللي في الهيكل يخرجوا ويصلي ابونا تحليل الخدام. ليه كل اللي في الهيكل خرجوا؟ طبعا في شمامسه ما بتخرجش لانه مش فاهمين، يعني مش عشان حاجه، بس هو مش فاهم. بس المفروض هتلاقوا حتى احنا الاباء، في حد من الاباء بيبقى موجود جوه اثناء تحليل الخدام، كله بيخرج. ليه بيخرج بره؟ علشان وقت الصلب كل الناس سابت المسيح، محدش شال الصليب وقدم الخلاص والغفران لينا غير مين؟ غير المسيح. فاللي موجود دلوقتي جوه في القبر ده المسيح معاه حد؟ في حد معاه يعني ساعده في الخلاص؟ مفيش حد. فمفيش حد في الوقت ده المفروض ان هو يكون موجود في الهيكل. يطلع ابونا ويصلي تحليل الخدام. من هنا يتقسم القداس نصين، نص اسمه قداس الموعظين، ونص التاني اسمه قداس المؤمنين. قداس الموعظين فيه 5 حاجات، قداس المؤمنين فيه 5 حاجات. عشان كده المسابقة هتبقى الاسبوع الجاي، معلش. ايه ال5 اللي في قداس الموعظين؟ اول حاجة ميلاد المسيح اللي كانت داخل قبل الحمل. نمرة 2 معمودية المسيح اللي اتعمد على ايدينا ابونا واتحط في الصينية. بعد كده موت المسيح عني. نمرة 4 دفنه، دفناه وحطناه. نمرة 5 قيامته. دول ال5 حاجات اللي في قداس الايه؟ الموعظين. بيحكوا فيها قصة حياة المسيح من اول ما اتولد لغاية القيامة. اتولد، اتعمد، مات، دفن، قام. في الوقت ده تلاقوا فيه بقى القرايات اللي بتتقري علينا. القرايات دي كلها بتحكي ايه؟ بتحكي ان المسيح مات عشان، بتحكي قصة الخلاص بتاعتنا. بس مين اللي بيقولها؟ بيقولوها الاباء الرسل. عشان كده هنلاقي في البولس ده الرسائل اللي كتبها معلمنا بولس الرسول، ودي كرز بيها في كل الامم. هنلاقي بعد منها الكاثوليكون، دول الرسل اللي بشروا جوه اورشليم او طلعوا بره اورشليم ورجعوا اورشليم تاني. وبعد كده هو السنكسار، وبعد كده الانجيل. كل القرايات اللي موجوده دي بتتكلم عن الخلاص اللي المسيح قدمه لنا.
واثناء ده ببساطه شديده جدا اثناء البولس تلاقي ابونا يروح نازل بالشوريه ويروح لف في الكنيسه كلها زي ما معلمنا بولس الرسول لف المسكونه كلها. اما يجي في الكاسيليكون وتلاقيه يروح طالع يوصل كده لغايه طرف الدكه الاولانيه دي ويروح راجع ويروح رايح تاني هنا يوصل لغايه طرف الدكه دي ويروح راجع ويرجع ويروح داخل الهيكل. ليه؟ ما يخشش الهيكل بالشوريه. ليه ما بيخشش الشوريه؟ يعني تلاقي ابونا يجي على اول المسبح كده من بره ويروح مسلم الشماس الشوريه بتاعته، الشماس يدخلها. الاباء دول اللي في الكاسيليكون اللي هم الاباء اللي بشروا في حدود كل واحد بشر في حته، اللي راح الهند زي توما، اللي راح سوريا مش عارف بشر مش عارف ايه زي القديس انطاكس وهكذا. ما فيش حد لف زي بولس. كلهم استشهدوا خارج اورشليم، ما حدش فيهم رجع لاورشليم تاني، كله طلع في المكان اللي راح بشر فيه ايه استشهد فيه. فعشان كده لما جه ابونا راجع بالشوريه ما يدخلش بيها، يسلمها للشماس على باب الهيكل. بعد كده تيجي العظه، وفي حته مهمه جدا نفسي برضو تخلوا بالكم منها جميله قوي. انتوا عارفين مش في الشماس لما يجي ابونا بيعمل الدور حوالين المسبح، مش الشماس بيبقى ماسك صليب وفي شماس تاني ماسك بشاره؟ البشاره دي فيها ايه؟ فيها الاربع بشاير، فيها الاربع بشاير متى ومرقس ولوقا ويوحنا. والبشاره دي اللي فيها الاناجيل الاربعه بترمز للمسيح كلمه الله، لان فيها كلمته. فيفضل ابونا البشاره دي تفضل موجوده طول قداس الموعوظين، ويجي ابونا في الانجيل يروح ماسك البشاره دي ويروح حاططها على راسه ويفضل ماسكها وقت قرايه الانجيل، وبعد العظه برضو تفضل موجوده. ليه؟ اللي بيتكلم هنا على المنجليه دي لا الشماس ولا ابونا، اللي بيتكلم هنا المسيح، المسيح المعلم كلمه الله الاب. فالبشاره موجوده وحاضره طول قداس الموعوظين عشان تقول لنا اللي موجود حاضر دلوقتي وسطينا المسيح المعلم كلمه الله. اول لما تخلص العظه ياخد ابونا البشاره ويعمل ايه بقى؟ بيدخل بيها جوه المسبح، مش كده؟ تتحط فين؟ عارفين بتتحط فين؟ هي طول القداس محطوطه على اليمين هنا، هي والصليب. يجي بعد العظه تلاقي فجاه كده بقدره قادر البشاره دي راحت متاخده وراحت مستخبيه وحاطينها ورا العرش، ورا خبيناها. ليه؟ استنى ما اشوف في جيبي بس في حاجه، عشان اللي هيقولها دي هديله حاجه. يلا في 20 جنيه. تعرفي؟ مش سامع. لا ده هبد مقدس. ليه؟ ايه؟ السؤال تاني. البشارة اللي كانت موجودة معانا طول قداس الموعوظين والشماس عمال يلف بيها حوالين ابونا، وابونا خدها في الانجيل وفضلت موجودة على المنجلية اثناء الوعظة، خدها ابونا بعد كده بعد العظة بعد قداس الموعوظين ما خلص، راح مدخلها وراح الشماس خدها وراح مخبيها ورا كرسي الكاس. ليه؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله لكم ده انتوا ولا دريانين بيه، يعني اعتقد كتير من الشباب الشمامسه بس هم اللي ممكن ياخدوا بالهم، لكن انتوا كنتوا تدروا ان في بشاره وبتتحط هنا وبتتشال هنا، مركزين، درستيها حضرتيها في محاضره، لكن شفتوها في القداس كنت ملاحظه انها بتتحط ورا؟ حد يعرف؟ حلال عليا ال 20 جنيه؟ حلال عليا. ماشي، اسمعوني بقى. احنا اثناء القداس اتعاملنا مع المسيح بشكلين مختلفين. الشكل الاولاني
اسمه الكلمة المقروءة. مش المسيح هو كلمة الله؟ صح؟ هو الكلمة، بس كان بيتقدم لنا في قداس الموعوظين في قرايات بنسمعها. بعد العظة اللي هيبقى موجود على المذبح ده هو كلمة الله برضه، بس كلمة الله الايه بقى؟ المأكولة. انا بقى مش هسمعه، انا هعمل ايه؟ انا هاكله. ففترة القداس الموعوظين انا بتعامل مع المسيح المعلم، كلمة الله المقروءة. اول لما ابتدى الذبيحة تتحول لجسد ودم هاخده، يروح يقول ايه بقى؟ المسيح المعلم يختفي ويظهر المسيح الايه؟ الفداء المخلص اللي هناكله وهنتحد بيه. عشان مش هينفع يبقى موجود على المذبح مسيحين، الكلمة المقروءة والكلمة المأكولة، لا طبعا. وصلت تمام. احنا وصلنا لغاية فين؟ قداس الموعوظين قلنا فيه 5 حاجات، صح؟ ايه هما؟ الميلاد، معمودية، الصليب، الدفن، القيامة. برافو عليكم. نيجي بعد كده ندخل على قداس الايه؟ المؤمنين. عند قداس المؤمنين كان زمان الناس اللي لسه ما تعمدوش، اللي هم اسمهم الموعوظين، دول يجوا يحضروا القداس لغايه العظه، يروحوا خارجين بره الكنيسه، والشماس يروح عامل ايه؟ قافل باب الكنيسه. يجي ابونا بقى وكل الناس اللي موجودين في الكنيسه يقولوا بالحقيقه نؤمن بإله واحد، ويتقال كده. يعني في رفع بخور باكر لسه ما اعلنش الايمان، لكن احنا داخلين خلاص، والفداء والجسد المسيح ودمه الفداء استعلن. فالقانون الايمان يتقال ازاي بقى؟ يتقال جهرا: بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الآب. والكنيسه كلها تقوله وتترج، والناس بتقول قانون الايمان. في اللحظه دي ابونا بيروح داخل غاسل ايده ويروح جاي عامل ايه؟ نافضها قدامكم، عشان بيقول اللي موجودين دلوقتي هم المؤمنين التايبين المستعدين انهم يتناولوا وياخدوا جسد الرب ودمه. مفيش مكان لموعوظين، مفيش مكان لحد خاطي او حد مش مستعد وهيدخل يتناول. انا مش هدخل افحص ضمايركم، انا بغسل ايدي وبريء منين؟ بريء من دمكم. انا ماليش دعوه اللي هيدخل يتقدم وهو مش مستعد، ذنبه على راسه. ويبتدي بقى اول حاجه في قداس المؤمنين صلاه الصلح. وانا لما هتكلم معاكم في قداس المؤمنين انا هلخصهم لكم، قلت لكم في 5 حاجات. قداس المؤمنين هو بيتكلم عن السماء، احنا هنتقابل فيه مع المسيح في السماء. فاول حاجه هتحصل، فاكرين اللفافه دي كانت متغطيه كده، ودي بعد ابونا ما دخل صلاه الصلح هيشيل البروسفرين، البتاعه دي كانت محطوطه عليه. هتلاقي في شماس بيجي يقف قدام ابونا كده رفع الصليب. عارفين لما يجي ابونا بيقول يا الله العظيم الابدي، يجي في النص التاني يقول بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك. يعمل ايه بقى؟ يروح حاطط اللفافه دي على وشه كده ويداري بيها الصليب اللي قدامه اللي شايله الشماس. ليه ابونا هيداري وشه ويخبيه كده؟ بالظبط كده. مش دي خطيتي؟ مش احنا متفقين ان اللفافه دي خطيتي؟ فخطيتي دي هي اللي كانت في الاول مخلياني مش شايف الخلاص، انا مش شايف المسيح. بعد صلاه الصلح هيحصل الفداء وهيحصل المصالحه ما بين السماء وما بين الارض، فانا هدخل السماء. اول لما هدخل السماء هيحصل ايه؟ فيش الخطيه دي خالص، خلصت. هتروح محطوطه على ايديا الشمال ويترفع البروسفرين. وانا اول لما الباب السماء يتفتح هقابل مين؟ لا، حد بنقول لها انت هي باب السماء.
أمنا العذراء. أول حاجة هنشوفها هي أمنا العذراء. عشان كده تلاقوا أول لحن هيتقال بعد صلاة الصلح إيه؟ بشفاعة والدة الإله. دي أول واحدة احنا هنقابلها، وهي دي اللي فتحت لنا باب السماء، جابت لنا المسيح. فاحنا هنتقابل في السماء مع أمنا العذراء. بعد أمنا العذراء يجي مين؟ هنصلي الجزء بتاع مستحق وعادل. بعديها هنصلي نقول ايه؟ الشاروبيم والسرافيم يسبحونك، وهنصلي ونقول الملائكة. أصل بعد ما هدخل السماء هلاقي الجزء الثاني، أول حاجة أمنا العذراء، ثاني حاجة هلاقي الملائكة والقديسين. بعد ما هلاقي ايدهم دول ونتلف كلنا حوالين المسيح، هنلاقينا كلنا اتقابلنا مع الآباء الرسل اللي كانوا حوالين المسيح أثناء خميس العهد وهو بيناولهم جسده ودمه. عشان كده هتلاقي أبونا في القداس في الحتة دي يروح يقول إيه؟ بلسان المسيح مش بلسان أبونا. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فكلنا على طول هنروح صارخين ونروح نقول إيه؟ إيه؟ لا. أيوة علي صوتك. أول لما أبونا يقول كل مرة تأكلون وتشربون تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي، الكلام ده قالوا للتلاميذ. هنروح احنا داخلين زارقين نفسينا معاهم، نروح احنا كمان معاهم آمين 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 بموتك يا رب نبشر. احنا هنقول، احنا هنبشر زيهم، احنا جايين ناخد نصيبنا ونتناول من المسيح زيهم، احنا معاهم. فنبتدي ندخل في شركة بقى كبيرة قوي مع الآباء الرسل، وإن إحنا بنبشر بموت المسيح وبقيامته. خلاص خلصنا مرحلة الرسل، نروح داخلين بعد كده على مرحلة تانية، القديسين بقى والناس اللي ركضوا واللي سافروا السماء، وبعديها على طول نروح قايلين لحن بركاتهم المقدسة. خلصنا نروح جايين في الآخر بقى خلاص نتناول جسد ربنا ودمه ونقول سبحوا الله. 5 محطات. ماشي؟ المحطة الأولى بعد صلاة الصلح بنتقابل مع مين؟ أمنا العذراء بشفاعة والدة الإله. بعد كده الملائكة والقديسين الشاروبيم والسرافيم يسبحونك. بعد كده دخلنا مع الآباء الرسل واعترفنا بموته وأمنا بقيامته وبشرنا بيهم، فبنقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر. ندخل بعد كده على القديسين والناس اللي سافرت السماء ونقول لحن بركاتهم المقدسة. بعد كده هنتناول جسد المسيح ودمه ونبتدي نسبح ربنا ونقول ايه؟ سبحوا الله. الناس بتهنج. اقولهم تاني؟ انا قلتهم بسرعة جدا على فكرة. احنا قلنا 10 حاجات، هتقولوهم هنقف نصلي، مش هتقولوهم هنقعد نعيد فيهم بقى. 1. قداس المؤمنين، القداس بيتقسم ليه نصين. النص الاولاني اسمه قداس الايه؟ الموعوظين، والتاني اسمه قداس الموعوظين فيه 5، وقداس المؤمنين فيه 5. ال5 بتوع قداس الموعوظين ميلاد، معمودية، صلب، دفن، قيامة. نيجي بعد كده ندخل بقى قداس المؤمنين، يبتدي الصلح، شالت الخطية، يبتدي أمنا العذراء باب السماء. 2 الملائكة. نمرة 3 أمين أمين بموتك يا رب نبشر مع الآباء الرسل. نمرة 4 القديسين والناس اللي سافرت السماء نقول بركاتهم المقدسة. بعد كده هو نتناول ونصلي لحن سبحوا الله. أقولهم كمان الناس اللي ورا حفظتهم بجد سمعيهم. يلا بسرعة كده. قداس الموعوظين في 5 حاجات. قولي. برافو. المؤمنين، امين امين. بعد كده نتناول وسبحوا الله. تمام، برافو عليكم، بشكركم جدا. لإلهنا كل المجد للأبد. امين. حد عنده اي سؤال؟